مش الخساره اللي بتدمر الحساب، اللي بيدمره انك مش لاقي باب للهروب. اكتر سؤال بيخوف المتداول طب لو خسرت، بس السؤال الصح مش كده. السؤال هو هل عندك باب خروج قبل ما يتحول الموقف لحريق؟ الخسارة مش غلط، الخسارة دي جزء من اللعبة، وكل متداول حتى أفضل واحد في العالم برضه بيخسر. بس الفرق الحقيقي بيكون في وجود خطة هروب واضحة مش عشوائية. هل حاطط ستوب لوس؟ طب هل عارف الخسارة المقبولة اليومية أو الأسبوعية؟ هل عندك نقطة معينة بتقول لنفسك فيها كفاية لحد كده؟ اللي من غير خطة بيضاعف اللوت وبيطارد السوق وبيحاول يعوض وبيخسر أكتر، لكن اللي عنده خطة خروج آمنة بيخسر ويوقف وبيخرج من السوق وهو لسه في أمان، وبيعرف يرجع تاني وهو بكامل قوته. الخسارة من غير خطة بتساوي غرق، لكن الخسارة بخطة بتساوي تعديل مسار فقط لا غير. ومن الآخر كده صديقي، ما تقيس نجاحك أبدا بعدد الأرباح، قيسه بقدرتك على الخروج من الخسارة سليم. الخروج الآمن بيساوي أعظم مهارة في البقاء في السوق. أنا عامل لك دليل اسمه باب النجاح، هتلاقيه في قناتي على التليجرام، وهتلاقيني سايب لك اللينك في البوست.